انا شفت كل الفيديوهات بتاع طرق اعمل الدونر كباب وجايلكم بالخلاصه. هقول لكم اسهل طريقه عملتها وطلعت حلوه. الكميات اللي هقولها لكم دي على نص كيلو لحمه. انا فرمت 3 بصلات متوسطين فرم ناعم بالشكل ده. بصوا ده القوام بتاعها. وحطيت كوبايه زبادي بلدي، وجبت نص كيلو لحمه فيها نسبه دهن. انا شفت كذا فيديو بيقولوا بنحط عليها خلطه مشويات، وفي فيديوهات بتقول بنحط عليها خلطه سجق، فانا قلت اجرب في المشويات احسن، واكيد هجربها تاني بالسجق وهقول لكم ايه الاحلى. حطيت الخلطه وحطيت ملح وفلفل، نسيت اصورهم للاسف. شفت برضو فيديوهات بتقول حطوا بضايه، بس انا ما حسيتش انها بتميك سنس بصراحه فما حطيتهاش. لو حد شايف انها ممكن تفرق ممكن يقول لي عادي. قلبت بقى الخليط ده كله كويس قوي في بعضه لغايه ما وصلت للقوام بتاع اللحمه ده، ان هو يكون ناعم قوي كده. وعلى فكره انتوا مش محتاجين خالص تفرموا اللحمه مع البصل في الكبه، هي بتبقى ناعمه قوي مع خليط البصل ده، فبلاش تهدروا وقت ومجهود ومواعين على الفاضي. بعد كده قسمتها على حسب حجم ورقه الزبده، وابتديت افردها كده نص فرده علشان لما احط عليها ورقه زبده من فوق هبدا افردها الفرده الكامله بحيث انها تبقى مغطيه ورقه الزبده كلها. واي زيادات عادي ممكن تشيلوها بالمعلقه. طبعا شفت فيديوهات كتير عن الطريقه دي، فاي ثينك انها بجد هي مفهومه جدا وبجد سهله قوي، ما خدتش مني وقت. اللحمه كانت ناعمه قوي وكانت بتفرد بسهوله جدا. فشلت الورقه من فوق ولفتها وعملت كده في الكميه كلها. انا النص كيلو عملوا معايا 4 لفات من اللفه اللي انا بعملها دي. طبعا كنت مجهزه الفرن على اعلى درجه حراره، ومجهزه الرف الاخير ناحيه النار تحت علشان هحط فيه الصينيه المدهونه زيت اللي عليها الورق ده. ودي الصينيه بعد ما جهزت فيها اللفات بتاعتي. يعني ما شاء الله الكميه حلوه جدا على نص كيلو. صدقوني يعني هي بتكفي، ما تعملوش اكتر من كده، او برضو على حسب. يعني جهزت السلطه بتاعتي متقطعه بالشكل ده، فيها بصل وطماطم وبقدونس، وحطيت عليها سماق، وحطيت عليها ملح وكمون وعصره ليمون، وبرضو كوبايه خل صغيره كده نسيت اوريها لكم. وحسيت انها مررت سيكه فزودتها معلقتين ميه، ظبطت جدا. وده كان شكلها بجد، كان شكلها شهي جدا، حاجه كده تفتح النفس للسندوتشات. طلعت بقى الصينيه في نص الوقت كان فيها ميه، صفيت الميه دي نزلتها منها يعني ورجعتها الفرن تاني، وبعد كده طلعتها. هي اخدت مني في الفرن نص ساعه. يعني لاجل الامانه الغلطه الوحيده اللي انا وقعت فيها ان انا كانت محتاجه 10 دقايق تاني تاخد لون، لكن هل هي ما كانتش متماسكه؟ لا، كانت نازله عادي قطع لحمه اسمها ايه دي، رفيعه، يعني ما كانتش مفرفته خالص. يعني ما كانتش نازله لحمه مفرومه، لا كانت نازله مفرفته. انا بس ما عرفتش اصور كويس، لكن بصوا كانت حته اللحمه متماسكه جدا عادي. هي بس كانت محتاجه تاخد وش. هل كان هيفرق في الطعم؟ ما اظنش، ممكن القرمشه اللي كانت هتفرق في الطعم، لكن هو كان طالع حلو جدا ومستوي جدا. ابتديت بقى احط في السندوتشات بتاعتي اللحمه، وبعد كده عليها السلطه، وبعد كده عليها معلقه طحينه. يعني اللي عايز واللي مش عايز ما يحطش، بس هي الميكس ده كان مخلي الساندوتش طعمه حلو جدا جدا جدا. بجد تجربه تستاهل، حاجه جديده ومختلفه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.